بقى منفردين بيها تماما. تاخدي اي حد بياخد اي حاجه بياخد فاتوره زي دي. مكتوب فيها ايه بقى الفاتوره؟ حررت اي حاجه تاخديها حررت وبرت حصل لها اي حاجه، الحاجه بترجع. لقيتي سعر اقل في السوق بترجعه وتاخدي فرق السعر. يعني انت مسؤول عن اللي يحرر واللي يوبر واللي بيرجع مكتوب في الفاتوره. بجد؟ انا لو مش واثق في حاجتي مش هكتب في الفاتوره الكلام ده. اي حاجه حصل لها حاجه بترجع بعد شهر بعد سنه بترجع. تمام. لقيتي حاجه اقل في السوق خدتي من عندي ب 60 جنيه ب 50 جنيه لقيتيه بره اقل جنيه بترجعي وتاخدي فرق فلوسي. بجد؟ الحاجات دي كلها مكتوبه في الفاتوره. تمام. مميزين نفسنا عن الناس كلها. عشان كده انت قلت لي الصراحه من اولها الربيطه دي بتتربط هنا في اللحاف كده. يعني انا دلوقتي عندي اللحاف اهو من غير ربيطه، انا عامله بربيطه. انت عايزه عندك بقى من غير ربيطه تروحي في الجنب كده ربطها في الجناب في الاربع جناب كده. تمام. بحيث ان هو يخش جوه الكفر اللحاف نفسه ما يبقاش ايه بيروح ويجي في الكفر. تمام. ده الحاجات اللي احنا اصلا منفردين. قول لها ده برضو مميز برضو. اختاري الحاجه من هنا في نفس المكان، الورشه والتفصيل هنا. بص يا جماعه تفصيل على اعلى مستوى. بص يا جماعه التفصيل هنا تفصيل على اعلى مستوى. تقفيل قاعده في 5 دقايق. تاخدي حاجه قد ايه؟ على طول. يعني الحاجه بتتقص بتبتدي تخش تتفصل على طول. تمام. تعالي المكان ده مستخبي ومحدش هيقولك عليه والله. تعالي المكان ده تحفه. هتفصلي ملايتك وانتي قاعده في 10 دقايق بالظبط. هتختاري اللي تختاريه، تعملي باستك تعملي بكورنيش تعملي اي حاجه على مزاجك وعلى ذوقك وبنفس السعر اللي انت عايزاه، في من الكتير قوي للقليل قوي. اعملي لايك وشير وسبسكرايب وتعالي شوفي الفيديو ده كمليه للاخر. هقولك العنوان بالتفصيل بس ما تنسيش تقدري تعب ومجهودي وتعملي لايك وشير وسبسكرايب. وكمان كاتب لك اقرار في الفاتوره ان هو مسؤول عن الماتيريال اللي اتحررت ترجع، اللي بسعر اعلى في مكان تاني ترجع اي تعالي المكان ده مستخبي ومحدش هيقولك عليه. تعالي جايبالك مفاجاه، جايبالك احدث موديلات للملايات، حاجات روعه. كل الحاجات اللي انت بتشوفيها وترندي هتلاقيها هنا وبس. تعالوا بقى شوفوا يا جماعه الموديلات والماتشنج اللي انت عايزاه يعملهولك. هنا حرفيا فنانين، هنا ورشه، هنا مصنع. يعني جايبالك اساس الحاجه، جمله الجمله كمان في الاسعار يا جماعه، واشكال رائعه والله ما هتلاقيها في اي حته. انا عايزه اخد الشكل ده والشكل ده والشكل ده، عايزه اخد من كل حاجه شكل، من كل حاجه عايزه افصل ملايه يا جماعه والله الحاجات روعه. تعالي معايا وبرخص التراب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك. عايزين نتكلم بقى عن الحاجات اللي عندك. انا عارفه ان عندك حاجات حلوه قوي. بصوا يا جماعه، بصوا دي الاشكال بس ما تخلوهوش يضحك عليكم. في مكان جوه سري، خليه يدخلكم المكان اللي جوه. المكان اللي جوه احلى بكتير وفيه اشكال روعه. تعالى بقى قول لنا على الحاجات اللي عندك وبتعمل ايه. هنبدا بالكوفرتات. عندي كوفرتات الساده والمشجر. اللي هي البيكا صح؟ الكوفرتات البيكا. الوان الساده كلها متاحه. المشجرات فيها الوان كتير. في حاجات عرض 2 60 بس دي مش على قطن قوي. ده عرض 62 الخامه دي. بصوا يا جماعه الصراحه بتريح. هو بيقول لك مش على قطن قوي. في عنده برضو الحاجات القطن صح كده؟ بالظبط كده. دي مش على قطن، يعني دي مش على قطن، دي جاكار بس مش بتحرر قوي. تمام. عرض 62. دي المتر فيها بكام؟ دي المتر فيها اللي هيجي من على الصفحه هياخد المتر فيها ب 120 جنيه. المتر فيها ب 120 جنيه؟ ب 120. يعني السرير الكبير تاخد كام متر؟ السرير الكبير هياخد 2 متر ونص. كوفرتا. يعني الكوفرتا تعمل 200 هتعمل لها حوالي 300 جنيه. 300 جنيه حلوه قوي. بالظبط كده. والسرير الصغير السرير الصغير بياخد 2 متر. 2 متر. كلفك حوالي 250 جنيه. اللي هم السريرين؟ لا سرير واحد، سريرين 4 متر. 4 متر. 4 متر بالظبط. تمام. وموجود تفصيل وكل حاجه. هنوريهم بقى الورشه اللي عندكم دلوقتي. تمام. في اشكال المشجرات دي كلها. الاشكال دي كلها. في اشكال اطفال برضو. في الاشكال موجوده دي كلها. دي يا جماعه كلها حاجات عليها عروض على فكره. دي مش سعرها، وانتوا قبل كده صورت لكم في كذا مكان واعرفوا السعر الحقيقي. الحاجات دي عشان خاطر اللي هيجي من على الصفحه يتعمل معاه اكبر واجب. تسلم. الحاجات دي كلها اشكال مشجرات والوان الساده كلها موجوده هنا، وفي حاجات تانية ساده جوه. في بقى الملايات. الحاجات دي كلها. في عندي حاجات برضو بشراشيب. الوران الساده اللي فوق دي كلها شراشيب. اللي هي الكوفرتات البيكا بشراشيب. كوفرتات بيكا بشراشيب. دي على قطن بقى؟ دي على قطن. يعني على قطن اكتر؟ دي على قطن. ثانيه افرجك حاجه منها.
انا جايه لك. دي بتبقى شراشيب زي كده. دي سرير كبير ولا صغير؟ ده سرير كبير. تبقى فيها شراشيب زي كده بالقطعه. ورينا كده، قرب تفاصيل. الالوان كلها برضو موجوده منها. دي كده جاهزه؟ جاهزه. دي كده تفرش على طول. دي سعرها كام؟ سعرها 400 جنيه. 400 جنيه. الاسعار دي مش هتلاقيها عند اي حد. صح. تمام يا جماعه الاسعار دي مش هنلاقيها عند، لان الكوفرتا البيكا ب 475 بره و450. تمام. اللي هيجي من طرف قناه جهاد السعداني هيتعمل معاه احلى واجب والله. تمام. في بقى اشكال الملايات دي كلها. حاجات بتبقى بماتشنجات زي كده. في بقى اللي حابب يدخل ساده ماشي، اللي حابب ياخد ماتشنجات زي مع بعضيها حاجات زي كده. الرسمه بالماتشنج بتاعها. فين بقى الماتشنج بتاع الماتشنج بتاعها الغامق بتاعها. طب لو انا عايزه اعمل كفر لحاف ماتشنج برضو معاهم؟ ممكن تعملي دبل فيس وش وضهر. صح. عندك الدبل فيس دوت اللي هو وش ساده ووش يعني وش مشجر ووش ساده. في ناس بتاخد وش مشجر ووش مشجر. دبل فيس حاجات زي كده. يعني انا اعمل الماتشنج اللحاف وش ووش برضو. بالظبط كده. صح كده. في ناس بتعمل الملايات، الملايه شكل والكاس والخدادات شكل، فبتبقى شكلها افضل برضه. في برضه الالوان دي منها اللون ده رمادي، اللون ده برضه الماتشنج بتاعه. في برضه اللون ده. الحاجات دي شغاله معاه كويس قوي. وعنده حاجات يا جماعه فعلا يتقال عليه فنان. هتشوفوا الماتيريال بتاع القماشه، هتشوفوا الشكل النهائي بتاع السرير تحفه. فنان حرفيا، يعني بيعمل لك ماتشنج تحفه. ولو عايزه كفر لحاف مع الماتشنج اللي انت بتختاريه برضو بيعمله لك. في حاجات برضو مميزين نفسنا فيها في الكفر اللحاف. ايه بقى؟ كفر اللحاف مش بعمله سوسته وخلاص، بعمله سوسته وربطها من الاربع جوانب، بحيث ان هو يربط اللحاف عشان اللحاف ما يخرجش من الكفر نفسه. يعني ازاي بقى؟ عندك حاجه نشوفها؟ عندي حاجه اوريها لك. تمام. يعني انا بعمل الكفر بعمل له 4 رباط، بحيث ان هو يربط اللحاف من الاربع جوانب. تمام. من الاربع جوانب، لما يتربط من الاربع جوانب اللحاف مش هيكلكع جوه ولا يتحرك من جوه. يتربط من جوه. الحاجات دي احنا منفردين بيها. تمام. خش المحل الثاني. تعالى سموا ليه كده يا جماعه وشوفوا الشياكه. شوفوا يا جماعه دي حاجات فعلا اصلا حاجات رمزيه. لسه المعرض الكبير انت شفتيه حاجه فوق الخيال. بصوا يا جماعه، انا شفت الملايه دي والله العظيم فوق 600 جنيه، ومحدش يقول عليا ان انا يعني بهول او بافور او ببالغ. والله انا شايفاها ب 600 جنيه دي يا جماعه. في حاجه شكلها الحاجات دي كلها 65 جنيه. 65 كل جنيه؟ الاسعار دي 65 اللي انتم بتشوفوها دي كلها 65. طيب ممكن تقول لنا القطن اللي على قطن تركز لنا برضو، تقول لنا ان ده على قطن، والحاجه اللي مش على قطن تقول لنا برضو. ده مش قطن 100%. ده مثلا نسبه القطن فيه بتتراوح من 50 ل 60%. بس ميزته ان هو مش بيحرر ولا بيوضح. عندي حاجات قطن 100% هوريها لكم في المعرض جوه. بس اغلى طبعا. اغلى. في الحاجات دي بقى كلها زي ما انتم شايفين كده. اشكال وماتشنجات. في حاجات بقى مدخلها ساده، وفي حاجات ماتشنجات مع بعضيها زي كده. يعني ده مثلا الماتشنج بتاعه ده. ورينا اللي فوق دي حلوه قوي، شيك قوي. بصوا يا جماعه الرسمه ما شاء الله ما شاء الله. ده والماتشنج بتاعه. حابه تاخديها كامله زي ما هي ماشي، حابه ندخل فيها ساده ماشي. في ناس بتحبها ساده، ممكن ندخل معاها اللون الجري الساده. بصوا يا جماعه الاشكال ما شاء الله، واللي فوقيها تحفه والله العظيم. الكاميرا ظالمه الحاجه حرفيا، والله الكاميرا ظالمه الحاجه. حاجات شيك قوي. هنا انا لسه هوريكم المفاجاه. ايه الشياكه دي؟ بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، ركزوا له كده بقى في التفاصيل. الله الله والله انا عاشقه للمفروشات صراحه، بحبها قوي، بتغير شكل ومعنى البيت. الحاجات ده بقى الشكل ده خطير. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه الماتشنج ده. بصي بقى عندك فنان حرفيا، يعني في السوق بقاله قابل اشكال والوان كتير، بقى فنان حرفيا وحاجه كده يعني محترف فيها ما شاء الله على الجمال والرقه. في بقى الخامه دي احنا منفردين بيها تماما. ليه بقى؟ الخامه دي اسباني، مش هتلاقيها عند اي حد. خامه فوق الخيال. في حاجه برضو عاملين عليها عروض. ايه بقى؟ ده اسباني، المفروض اصلا المتر بنبيعه ب 90 جنيه. دول مش فاضل غير الاشكال دي. فاحنا بنصفي فيهم. تمام. المتر عامل 75 جنيه، هقول لك 70 جنيه. المفروض اصلا ببيعه ب 90 جنيه. اي حد هيجي تبع الصفحه هحسبه له ب 70 جنيه. تمام. الحاجات دي منفردين بيها تمام، مش هتلاقيها عند اي حد. بصوا يا جماعه اخر شويه عشان كده عامل عليهم تصفيات. الحقوا. متر عامل 70 جنيه بدل 90 جنيه. تمام. في برضه السترايب الوانه كلها موجوده. ده سترايب قطن. سترايب قطن 100%. مفيش فتله بليستر. ده مش انا ببيعه ب 110 وب 100. اي حد هيجي تبع الصفحه
هحسبه 90 جنيه. والله الاسترايب ب 90. الاسترايب ده قطن 100%. ب 90. عندي استرايب تاني هوريه لكم برضو. اللي هو بيتباع في السوق بقى، اللي هو مش موجود قطن. في السوق عند اي حد. تمام. انا ماشيه وراك اهو، وريني. الحاجات دي يعني ما فيهاش اي عيب غير عيب واحد بس، انها بتحرر. الحاجات دي موجوده عند اي حد في السوق، موجوده عندي. في السوق بتتباع ب 100 جنيه وب 90 جنيه، دي هحسبها ب 80 جنيه. يعني ده استرايب مش قطن؟ مش قطن. اما الاسترايب القطن بكام؟ ده ستان، القطن ب 90 جنيه. يعني ده 90 وده ب 90 ازاي؟ ده ب 90 ده 80. ده 80 بس يعني ده افضل من ده بمراحل. باين يا جماعه. بس فرق 10 جنيه بس. لا ده ناخد القطن طبعا. في حاجه برضه بقى منفردين بيها تماما. تاخدي اي حد بياخد اي حاجه بياخد فاتوره زي دي. مكتوب فيها ايه بقى الفاتوره؟ حررت اي حاجه تاخديها حررت وبرت حصل لها اي حاجه، الحاجه بترجع. لقيتي سعر اقل في السوق بترجعه وتاخدي فرق السعر. يعني انت مسؤول عن اللي يحرر اي واللي حاجه يوبر واللي بيرجع، مكتوب في الفاتوره. بجد؟ انا لو مش واثق في حاجتي مش هكتب في الفاتوره الكلام ده. اي حاجه حصل لها حاجه بترجع بعد شهر بعد سنه بترجع. تمام. لقيتي حاجه اقل في السوق، خدتي من عندي ب 60 جنيه ب 50 جنيه، لقيتيه بره اقل جنيه بترجعي وتاخدي فرق فلوسي. بجد؟ الحاجات دي كلها مكتوبه في الفاتوره. تمام. مميزين نفسنا عن الناس كلها. عشان كده انت قلت لي الصراحه من اولها. تعالوا معانا بقى يا جماعه المكان التاني، الورشه كامله متكامله، جبت لك بقى اساس المحلات اللي بره. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. قول لي بقى قبل اي حاجه نقول لك مميزاتنا. ماشي. الحاجات اللي عند المميزات عندنا فاتوره، خدت اي حاجه من هنا حررت وبرت حصل لها اي حاجه، نزلت لون حصل لها اي حاجه، الحاجه بترجع. فاتوره الكلام مكتوب فيه الكلام ده. خدت اي حاجه من هنا لقيتي سعر اقل في السوق بترجعي الحاجه وبتاخدي فرق فلوسي. دي يعني مميزات. مكتوب كده في الفاتوره؟ مكتوب كده في الفاتوره. حررت وبرت؟ حررت وبرت حصل لها اي حاجه، لقيتي سعر اقل في السوق بترجعي الحاجه وبتاخدي مكانها او بتاخدي فلوسي. بجد والله؟ الحاجات دي مكتوبه في الفاتوره، مش بقول لك كلام وخلاص. مش موجوده قبل ما تحاسبي ولا تدفعي اي فلوس قري الكلام اللي في الفاتوره. تمام. نبدا بقى نشوف الحاجات اللي عندنا. ايوه قولي بقى الاشكال الحلوه قوي اللي عندك. الحاجات خطيره هنا، ده كله ده كده حاجات اشكال حلوه قوي 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 بجد. يعني عاجبني الشكل اللي فوق اللي فيه اصفر ده، زي ما انتم شايفين كده. حاجات اشكال وماتشنجات زي ما انتم شايفين. انت ممكن تعمل معاهم كفر لحاف صح في كده؟ كفرات لحاف زي ما قلنا بره. طيب تمام. السعر هنا كام؟ السعر هنا الحاجات دي 70 جنيه. اول حاجه فوق كده لحد دول. الفرق ايه من ب 70 وب 65؟ فرق في الماتيريال. يعني مثلا 5% قطن، ده 50% او 60%، ده 65%، فرق 5%، مش فرق كتير. تمام. ده 75 او 70 مش فرق كتير، ده 70 جنيه المتر. تمام. طب ممكن توريني ماتشنج كده؟ الحاجات دي ماتشنج مع ده. يعني برضه اوريكي حاجات جاهزه. الكوفرته دي كده وريني الجاهز بقى. بس خلاص كده. دي اللي هي كوفرتات حاجات زي كده. يعني منها كمان كوفرتات وطقم ملايه. لا عايزين نشوف ماتشنج. تعملي نفس القصه طقم ملايه اعملي. ده ماتشنج مع بعض. دي كوفرته كابتونيه. على حسب الزبون ما يختار برضه. في ناس مختاره كده. حلوه قوي قوي. شايفه التقفيل عامل ازاي؟ حلوه قوي بجد والله العظيم يا جماعه، شيك قوي. في الظهر بتاعه ساده. دي كوفرته كبيره واثنين خداديه. افرد بقى ورينا بقى. الحاجات دي خطيره والله. يعني ممكن كمان تتحط على الوشين. ايوه دبل فيس. ده وش وده. بقى نفس الاشكال اللي انت عايزاها، اي اشكال من هنا ينفع اعملها لك حاجات زي كده. والحفه ودفات وحاجات كتير. طب ده بكام اللحاف ده؟ ده السرير الكبير يكلفك حوالي 700 جنيه. 700؟ حوالي 700 بالتقفيل بكل حاجه. والسرير الصغير اللي هم سريرين؟ السريرين بناخد 9 متر ونص، نحسبهم في 65 و550 حساب التفصيل. هتجمعيهم ونجمعهم لك ونقول لك عامله كام. تمام. في بقى نبدا بقى نخش على الملايات. الحاجات دي كلها نبدا بقى في الملايات. حلوه قوي القماشه دي شفتها عند الكراهات دي. الثلاث دول ماشيين مع بعضيهم، حلوين قوي دول. ماتشنجات. اشكال دي خطيره. فعلا. ده ب 60 صح؟ ده 65. ده اللي ب 65 ولا اللي ب 60؟ لا 65. تمام. الحاجات دي خطيره. ثلاث الوان دول مع بعضيهم حاجه تحفه. الحاجات دي ما بتظهرش كمان غير لما تتفسر وتتفرد على السرير تبقى حاجه ثانيه. تمام. في بقى الحاجات دي كلها الاشكال دي كلها حلوه قوي. في الفيونكه دي ترند. في منها الالوان، يعني في منها 5 الوان. دي وده. في منها الكافيه، كل حاجه هتشوفها في الفيديو. في منها الجري. في منها الجري وفي منها المنت وفي منها الالوان دي.
الحاجات دي برضو ماتشنجات خطيره. حلوه قوي. الاثنين اللي تحت بعض دول حلوين. ايوه دول ماتشنج مع بعض يا جماعه برضو. تمام. برضو اللي هي فوق دي تحفه. ده برضو ب 65. كل ده 65. هو ما فيش غير الاول واحد ده اللي احنا فردناه ب 70 مش ب 75. الحاجات دي مع بعضيهم خطيره. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه التفاصيل. لسه كمان اطقم الاطفال تحفه، هتشوفوا تحف. تمام. برضو نفس الاشكال دي. احنا هنا مميزين نفسنا عن ناس كتير قوي. انت كل حاجه قول لي سعرها برضو عشان ابقى 65. كل اللي احنا بنصور فيه ده 65. كل ده 65. كل الحاجات دي 65. تمام. طب اقول لك حاجه، مش هحسبه 65 زي الناس كلها بتبيعه ب 65. تمام. انا هميز نفسي عن الناس كلها. ماشي. احسبه 63 جنيه. احسبوا بقى 60 بقى. ده جملته 60 جنيه كده اخدت 3 جنيه في المتر. بجد؟ والله كده اخدت 3 جنيه في المتر. للاسف مش هينفع كده 3 جنيه في المتر. تمام. انا بميز نفسي عن اي حد. تمام. اشكال انا كده مميز بالاشكال بتاعتي. لا وكمان بالفاتوره اللي مكتوب فيها حرارة. والفاتوره دي حاجه ثانيه. مفيش حد هيكتب الحاجات دي غير لما يبقى واثق في حاجته. انا مميز نفسي في حاجات كتير. تمام. اشكال مميزه. بصوا يا جماعه اللي فوق دول تحفه تحفه. الحاجات دي بشوفها ب 700 و800. يعني طقم ملايه لما اشوفه 700 800 جنيه لا انا افصله على مزاجي بكورنيش باستك اللي انت عايزاه. وعندنا هنا برضو مميز برضو. اختار الحاجه من هنا في نفس المكان، الورشه والتفصيل هنا. بص يا جماعه تفصيل على اعلى مستوى. بص يا جماعه التفصيل هنا. تفصيل على اعلى مستوى. تقفيل قاعده في 5 دقائق. تاخدي حاجه قد ايه؟ على طول. يعني الحاجه بتتقص بتبتدي تخش تتفصل على طول. تمام. انا بتاع مميز. هات لي طقم من هنا. طب عايزين نوري الناس بقى حاجه متفصله كده وتقفيلها عامل ازاي ودنيتها ايه بقى كده عشان اللي يجي على نور. انت بتاخد الحاجه كده متقفله، ده تقفيل الحاجه بتستلمها كده. في كده وفي كده. طبعا ده كده ده اغلى من كده. تمام بالظبط كده. يعني اللي هو مكتوب عليه دوت ده اغلى طبعا. ده تقفيل عشان بس نبقى على نور مع الناس، محدش يجي يقول لقيت حاجه تانية غير اللي انت قلتيها. ده بتاخد التقفيل اللي هو الطبيعي اصلا، بتاخد التقفيل ده. اللي هو التقفيل ده تقفيل مميز برضو. فراقه الحاجات بتاعته. تاخد بقى في حاجات استك زي كده. الاستك اللي انا شغال بيه الاستك العريض. استك عرض 3 سم. تحفه. ده اعمله جوانب. بتاخد حاجه مظبوطه حاجه العريض. بص وريني ده عرض 3 سم. الخامه والماتيريال بتاع الاستك طبعا برضو بتفرق عشان تبقوا عارفين. بس يا جماعه استك مستورد. استك مستورد. الحاجه بقى تقفيل الملايه الاستك كلها بكام بكياسها بخداداتها ب 50 جنيه. تقفيل الملايه العاديه ب 30 جنيه بكياسها بخداداتها بكله. ده تفصيل بالاستك بكله صح 30 جنيه. الاستك 50 العادي 30. العادي ملايه بكياس بخدادات بكل حاجه هنحسبها ب 30 جنيه. تمام. ده بقى الكفر. ورينا الانبوكسنج كده. ده بقى الكفر. ايه ده؟ ده بقى الشغل الراقي. ده الكفر. الماتيريال بتاعته قطن صح كده؟ ده قطن 100%. ده الكفر. تمام. ميزتنا بقى مميزين نفسنا في الكفرات. ده كفر لحاف. بنعمل له 4 ربيطه بنعمل له 4 ربيطه من الجوانب. يعني بيتربط في ايه طيب؟ انا عايزه ده يعني ده الكفر تمام. يعني نقلبه على ظهره عشان نوري الناس كلها. اللي هي مش هتلاقيها عند اي حد اصلا. ده احنا بنعمل اللحاف. ده الكفر تمام. ده بقى اللحاف اللي هيخش في الكفر. حاجه برضو الفايبر اللي احنا شغالين بيه في اللحافه. فايبر سوفت، كثافه اقل، نسبه تدفئه اعلى. تمام. اللحاف اللي احنا بنعمله يعني ده اللحاف للحاف بتاعكم، مش انا عندي لحاف هاخد له كفر. ولو عندك لحاف عملنا لك كفر، الربيطه دي بتتربط هنا في اللحاف كده. يعني انا دلوقتي عندي اللحاف اهو من غير ربيطه، انا عامله بربيطه. انت عايزه عندك بقى من غير ربيطه تروحي في الجنب كده ربطها في الجناب في ال4 جناب كده. تمام. بحيث ان هو يخش جوه الكفر اللحاف نفسه ما يبقاش ايه بيروح ويجي في الكفر. تمام. ده الحاجات اللي احنا اصلا منفردين بيها تماما. الحاجات دي ما حدش بيعملها. بكام بقى اللحاف ده؟ اللحاف ده مثلا على 350 وهنقول مثلا 300. تحسب ايه؟ حوالي 650 جنيه. تمام. اللحاف ده بالخامه اللي هي القطن اللي هي القطن المستورد اللي انا فرقتها لكم بره الساده، الخامه الاعلى. في حاجات ممكن تكلفك اقل من كده. تمام. وده الفايبر السوفت. يعني امسكي الفايبر نفسه كده. فايبر سوفت بيجي قطعه واحده ما بيهبطش. ده بيتغسل في الغساله، بيتغسل في اي حاجه. تمام. ما بيتكلكعش، ما فيش منه الكلام ده. تمام. قلت سعره كام؟
سعر 650 جنيه. تمام. على حسب برضه هتختلف من مقاسات لمقاسات، يعني الاطفال مش هو زي الكبير. تمام. هنا ملجأ اطفال. هنا ايه؟ ملجأ اطفال، يعني اي حد عايز من هنا اطفال بسم الله ما شاء الله. لا حاجات عجباني قوي بصراحه، يعني حاجات يعني انت عاوزك تقربي كده للمشاهدين كده. كل الحاجات دي اشكال حاجات حرفيا مميزين نفسها، مش عارفه اوصفها. الاشكال اللي هي اقسم بالله ما بجامل ولا ببالغ، انا فعلا عجباني، كل واحد وذوقه وانا عجباني قوي. هنا الحاجات لا طلع لي ملايه كده ملايه كده، طلعها لي كده في النور عشان يشوفوا، ما تبخلش عليهم بحاجه بعد اذنك. يعني بص انا عايزه الزيتي دي حلوه، الكيتي دي حلوه، الكيتي الماتشنج دي حلوه، الزيتي دي خطيره. بص علي كده، فرج الناس الله يبارك لك. الزيتي دي خطيره. بص علي كده. بصوا يا جماعه ايه الاشكال الراقيه دي بجد، حرفيا عجباني جدا. معرفش ذوقي هيعجبكم ولا لا، قولوا لي في الكومنتات ذوقي عجبكم. في حاجات برضو كده ده ماتشنج بقى، الحاجات البناتي بقى، الحاجات الكيوت قوي، والبينك والابيض مع بعض كده. ايوه تحفه. ايوه بصوا يا جماعه في حاجات حاجات دي مش يعني احنا مميزين نفسنا قوي الحاجات دي. الحاجات دي احنا مميزين بقى نفسنا، مش هتلاقيها عند اي حد. في ايه تاني؟ الباتمان ده ولا ايه ده؟ ورينا حاجات الاولادي. ايوه في بنزين هنا اهي بنزيمه ولا عربيات، مسابقه عربيات. في ده برضو ده حلو كويس قوي معايا، الوان حلوه قوي مبهجه وتحفه. ورينا بقى الباتمان ده. الباتمان في اطفال بتحب الملايات الشخصيات. في شخصيات هنا في باتمان. بصوا يا جماعه والنبي الجمال، الله على الجمال. تمام عجباني في برضو هنا برضو عجباني هالك. مش عارفه بقى هالك. هالك انا ابني هيتجنن بهالك ده. في الحاجات دي خطيره، ماتشنجات مع بعضيها. ايوه في اللي فوق دي. بصوا يا جماعه الله ده تحفه برضو. لا اشكال غريبه بصراحه. في حاجات هنا برضو تاني حاجات خطيره. لا تعالى لي هنا بقى. في بقى حاجات هنا بصوا بقى يا جماعه، بصوا حاجات هنا ماتشنجات مع بعضيها. ايه حاجات اللي هي البناتي بقى سن 12 سنه 13 سنه. بصوا يا جماعه الحاجات دي خطيره حلوه قوي. يلا ورينا. بصوا بقى دي يا جماعه حاجات بقى الغوامق، اللي عايز غوامق برضو في الوان رائعه برضو حلوه قوي. اللي عايزه ان شاء الله ابنها يطلع رائد فضاء شرط تاخد الملايه دي. في حاجات هنا واللي ابنها عايزه يطلع طياره اهو، شرط تاخد الملايه دي. طياره ايوه ايوه حلوه قوي تمام. في دي بقى حاجات جديده برضو، دي جديده حلوه قوي، دي تحفه. تمام. وبرضو حاجتين الثلاثه دول لسه جداد. الحاجات دي على فكره انا قبل ما تيجي تصوري انا تيجي دي بمفاجاه، تصوري مفاجاه لسه جايه صح؟ الحاجات دي لسه جايه. الحاجات دي خطيره. تمام. لسه جديده اصلا. في حاجات بناتي تاني كده برضو. ده كله اطفال يا جماعه، مش بصي بجد كل الاشكال عندهم، كل الفرايتي، كل حاجه حلوه عندهم بجد، والله العظيم مش ببالغ يا جماعه. الله الحاجات دي خطيره، حاجات كده حلوه قوي. تمام. في حاجات بقى اللي هي السحاب والسحب السحابه دي تحفه، والنجمه والهلال حلوه قوي. في برضو بقى نخش بقى على الحاجات اللي هي دي مش موجوده في مصر غير عندنا. مش هقول لك في السوق هنا في مصر غير عندنا. دي خامه اسباني مستورد، نفس الخامه اللي احنا شفناها بره بس ماتيريال اعلى. تمام. ده قطن مستورد. المتر عامل 120 جنيه، واصلا المفروض بنبيعه ب 150. اي حد تابع الفيديو. بصوا يا جماعه الشكل ده ب 120 جنيه. بصوا يا جماعه الكاميرا، بصوا يا جماعه حاجات ماتشنجات مع بعضيها، واطفال وكبير كله ماتشنجات، كل حاجه لها ماتشنجات حلوه قوي. في هنا بقى خامه ثانيه، دي قطن 100% عليها طبقه ستان. قطن 100% منضاف عليها طبقه ستان. ده المتر عامل 200 جنيه، المفروض اصلا ده عامل 300 جنيه. تحس ان هي كتان في نفسها كده، ما اعرفش. هي دي قطن 100% عليها طبقه ستان. انا شايفاها، انا حاساها كتان، ما اعرفش ليه. في حاجات بقى هنفرجكم بقى على الحاجات اللي هي منفردين بها برضو، القطن 100%. بس انا برضه ارجع واقول لكم، انا كل شويه ارجع للاطفال تاني بصراحه. ارجع واقول لكم ان اشكال الاطفال عندهم فظيعه. بصوا الزيتي دي تاني يا جماعه، بصوا الزيتي تاني بجد حلوه قوي، حلوه قوي، حلوه قوي بجد. بصوا يا جماعه، بصوا الاطفال روعه. ايه تاني بقى؟
تعال بقى نخش على الحاجات اللي هي القطن 100%. الحاجات الغاليه بقى، الحاجات الغاليه قوي. الحاجات دي بقى احنا عندنا بقول لك هو بنبيعها في الصفحه الملايه بتعدي ال 2000 2500، من 2000 ل 2500 الطقم الواحد. الطقم الواحد في ليه؟ الصفحه. ليه؟ هنا هتختلف. ده قطن 100% ما فيهوش فتله بليستر. كل متر مختوم عليه قطن 100%. ده ما فيهوش فتله بليستر. كل متر مختوم عليه قطن 100% ميدن تركيا. ده تركي قطن 100% ما فيهوش فتله بليستر تماما. كل الاشكال دي ده احنا بنبيعه ب 250 جنيه بس. برضه بنصف فيهم عشان في حاجات كتيره جايه هنبيعه ب 200 جنيه. اي حد هيجي تابع الفيديو هنحسبه له ب 200 جنيه. تمام. ده بقى اطفال وكبير والوان ساده. ده ما فيهوش فتله بليستر زي ما انتم شايفين كده على صور. تمام. المتر قلت ب 200 جنيه. اي حد هيجي تابع الفيديو. حتى الاطفالي ده برضه ب 200 جنيه. ده اي حد تابع الفيديو بكام؟ ب 200 جنيه برضه ب 200 جنيه. طب انت ما غيرتش حاجه كده. ده شبه الزيت اللي قدام. بس الخامه بتختلف صح؟ الخامه مختلفه. تعالي بقى يا ست الكل اقول لك على العنوان. العنوان قدامك بنك مصر اهي، ودي علامه مميزه، خلي بالك من بنك مصر. تمام. هتركبي تمنيه من عند المترو محطه العتبه، هتطلعي من محطه العتبه هتركبي تمنيه كده، قولوا له نزلني بعد كوبري الازهر. هتنزلي هترجعي بظهرك شويه، هتمشي شويه، وبعد كده هتروحي عند بنك مصر. قدام بنك مصر الناحيه الثانيه في ممر اسمها محلات تامر وجيه او محلات دارك. تمام. معروفة جدا هناك يا جماعة، وفي أكتر من 6 محلات فتح ما شاء الله، أكتر من 6 محلات، يعني مش هتوه ولا أي حاجة. تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب.